السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب العالمين. هنعمل النهاردة القراقيش مع بعض زي ما بتسموه بقى، منين قراقيش اللي انتم بتسموه بيه مفيش اي مشكلة. انا النهاردة هعمله معاكم بدون لبن وبدون زبدة وبدون تخمير كمان، وهقول لكم التسوية بتاعته في الفرن عاملة ازاي، وهوريكم طريقة التسوية ازاي. هقول لكم على التسوية اللي بالفرن الغاز والفرن العادي، هقول لكم على كل حاجة والبدائل بتاعتها ان شاء الله في الفيديو ده. تابعوا بس اهم حاجة معايا الفيديو للاخر علشان ما يفوتكيش اي حاجة، ولو مبتدئة او اول مرة تدخلي المطبخ هتعمليه معايا بكل سهولة. مش محتاج ان انتي تقعدي تعملي خطوات كتير وحاجات كتير فيه. نقول بسم الله ونبدأ مع بعض الفيديو. اي بولة عندك، احنا محتاجين كوباية من المية، بس الكوباية مش هناخدها مرة واحدة، هناخد بس نصها. وهاخد معاكم معلقة خميرة تكون مليانة كويس، يعني 10 جرام كده. هنقلبهم كويس جدا مع بعض. هنحتاج نص الكوباية المية التاني على جنب لحين استخدامه. هحط معاكم معلقة ونص من السكر يعادل 30 جرام، ونقلبهم كويس جدا. وهجيب معاكم كوباية من السمنة اكون مسيحاها ومخليها تبرد شوية، اللي هي تفك على النار شوية، وبعدين احطها. لو عايزين بالجرامات يبقى 200 جرام من السمنة، ولا هي سخنة ولا هي ساقعة، معتدلة. هنحط الدقيق معايا نص كيلو من الدقيق، متعدد الاستخدامات. الدقيق ده انا نخلاه كويس جدا، وبدأت ان انا احطه نص كيلو. الدقيق ده لو هتعايريه بالمج بتاعك يبقى 4 كوب من المج بتاعك. والدقيق طبعا الدقيق اللي انت بتحبي تستخدميه، انا مستخدمه دقيق الاهرامات. تبع ما انت بترتاحي في الدقيق اللي معاكي، مش لازم الماركه اللي انا بستخدمها. وما ننساش طبعا نحط ربع معلقه ملح، حاجه بسيطه كده. همسح الاسباتولا وابدا بايديا كده ان انا اقلب العجينه. هتقولي العجينه لما بتتقلب كتير، انت كنت بتقولي لنا ان هي ممكن السمنه تفصل عن العجينه. هقولك لو مشيتي معايا بالمقادير دي هتعجنيها عادي خالص، مفيش اي مشكله. يبقى بخصوص الدقيق، اي ماركه اللي انت بترتاحي فيها تقدري تستخدميها. الوصفه دي لو بالميزان هتبقى ادق قوي علشان مفيش اي حاجه تقع منكم. في الوقت ده بتحسي ان العجينه بدات تفرول معاكي كده وما تتمسكش مع بعضها، مش متجانسه قوي، هقولك ان عادي علشان احنا حاطين سمنه كتير. اما بتيجي تقطعيها بتتقطع معاكي كده طبعا علشان ما فيهاش عرق، وانا مش عايزه يبقى فيها عرق. بتتقطع خالص علشان ما فيهاش عرق. بس وانا بعجنها حسيت ان هي جامده، فبدأت ان انا ازود شوية مية من النص كوباية اللي احنا استخدمناها في البداية. هتقولي استخدمت قد ايه مية؟ هقولك استخدمت الكوباية كلها. لو عايزة تعجنيه بلبن تقدري تحطي كوباية من اللبن عادي، ويبقى بلاش كوباية المية خالص، يعني بتبقى بديل المية. لو مش موجود تقدري تعجنيه بمية، مفيش اي مشكلة. هبدأ اقطع فيها كده علشان انا مش عايزة يبقى فيها مطة، تبقى بتتقطع معايا على طول. وبتاخد عجنة قد ايه؟ ما بتاخدش غير 10 دقايق عجن بالظبط. وكمان في التخمير ما بتاخدش مننا غير 10 دقايق تخمير. هبدأ اعمل الحشوة معاكم اللي هي التمر، العجوة زي ما بتقولوا. هاخد 3 معالق من السمنة، انا كنت مدفياها شوية كده على النار تفك، وهبدأ ان انا اعجنها كويس جدا. هتقولوا لي ان التمر ده بيبقى فيه اصلا سمنة. هقولك ان انت لما بتحطي المعلقتين بتوع السمنة او ال3 دول بتخلي العجوة جوه في قلب القراقيش سايحة جدا، ما بتمسكش في بعض، بتبقى تحفة. هوريكم في اخر الفيديو بتبقى عاملة ازاي. لو عايزة تحطي سمسم طبعا بتحطي معلقة سمسم، لو عايزة تحطي رشة قرفة بتحطي رشة قرفة، اللي انت بترتاحي فيه تقدري تعمليه، مفيش اي مشكلة. خلاص هي ارتاحت 10 دقايق مفيش غيرهم. هبدأ ان انا اخد قطعة بقطعة وابدأ ان انا اشتغل فيها. انا هنا اخدت قطعة، طبعا كالعادة كنت مفكرة ان الكاميرا شغالة بس كانت مطفية خالص. فانا بدأت ان انا اظبطها كده واسويها علشان ما تبقاش حتت معانا، لازم تبقى منسقة ومرتبة كده، مفيش حتة جاية كده ولا حتة جاية كده. فانا هظبطها بالسكينة كده، هاخد الزوايد اظبطها وابدأ ان انا احشيها. العجوة بلفها لفة بسيطة وما بحطهاش زي ما هي مبرومة كده، ببدأ ان انا افردها خالص زي ما انا فردة العجينة، وبحطها
علشان تبقى مفرودة جوه، مش في مكان ومكان لا، او حتة عالية وحتة نازلة شوية. فانا هبدأ ان انا افردها وبحطها. طبعا احنا مش بنخمرها قبل التشكيل، بنخمرها بعد التشكيل. اصل في ناس لما بتيجي تعمل الحاجات دي بتتفرج على الفيديو ما بتكملش كلامي للاخر، فبتاخد قالت مفيش تخمير، فبتاخد بعد ده على طول تحطها في النار. طبعا هتبقى مبلطة خالص، مش هتنفش ولا تبقى قابة كده، ولا هتديكي الهشاشة اللي موجودة. القراقيش دي بتبقى شوية طرية، لو انت عايزاها ناشفة تقدري تبدلي كوباية السمنة دي بكوباية زيت، في الوقت ده هتبقى ناشفة معاكي وهتبقى بتقرمش معاكي قوي. عندك القطاعة اللي هي بتعمل الاشكال دي، مفيش مشكلة، عايزة تقطعي بيها تقطعي، مش عايزة تقطعي قطعي بالسكينة عادي، مفيش اي مشكلة. قطعي بقى ايه بجنب شوية كده، عايزة تقطعيها عادي، اللي يريحك اعمليه. احنا لما بنفردها على شكل مستطيل كده ما بنخليش العجينة رقيقة قوي، يعني بنخلي سمكها بارز شوية. طبعا في اي صينية موجودة عندك، احنا مش هندهن الصينية اي مادة دهنية، احنا هنحطها كده على طول ومش هتلزق، وهوريكم. هبدأ اعمل معاكم كمان قطعة علشان تشوفوا انا كنت عاملاها ازاي، عشان الكاميرا كانت مطفية. بناخد كمان قطعة وبنطبطب عليها كده بشكل مستطيل، واهم حاجة ما تبقيش مرققة العجينة قوي، تبقى زي علوها كده 2 سنتي مش اكتر، ما تخليهاش رقيقة قوي. وكمان العجوة لما تيجي تحطيها طبعا نفردها خالص علشان تبقى مظبوطة معانا. كنت فردتها وفردت العجوة وحطيتها، عايزة اقول لكم ما بتاخدش اي وقت في التسوية، وما بتاخدش وقت خالص في العجن، زي ما احنا شايفين في ثانية تقدري تقومي تعمليها حالا، وهتعمليها احسن من ما انا بعملها بكتير. تسلم ايدك وعينك مقدما. وطبعا ما بتاخدش مننا تخمير قبل العجين، ولا بتاخد مننا مكونات كتير، ولا لبن ولا زبدة ولا اي حاجة من دي، فتقدري ان انت تعمليها على طول وتعمليها احسن من ما انا عملتها. المخبوزات طبعا في البيت نعمة وربنا يدومها علينا يا رب. انا هنا خلاص كنت بدأت ان انا اسويها واظبطها، وبالسكينة من غير اي قطاعة كمان تقدري تقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها. انا هنا خلاص كنت رصيتهم في الصينيه. هبدا ان انا احط شويه سمسم كده على الوش بتاع المنين، وهبدا ان انا احطه. تقدري كمان لو مش حابه ان انت تحطي سمسم مفيش مشكله، تحمصيه من البدايه كده ويتحمر كويس جدا تحطيه من غير تحميص، مفيش اي مشكله. او تحطي شويه قرفه، اللي يريحك تقدري تعمليه، او ما تحطيش خالص برضو مفيش اي مشكله، اللي يريحك تقدري تعمليه. انا هنا خلاص كنت خليت العجينة تخمر، هتخمر معانا لمدة ساعة. هي ما بتخمرش اثناء التشكيل، بس بتخمر بعد ما نشكلها. بتخمر ساعة، ما نقدرش نحطها قبل ساعة علشان هتبقى لازقة ومبلطة معانا. انا هنا كنت خلاص ولعت الفرن قبلها بربع ساعة، ودي النار بتاعة الفرن. وكل دقيقة بتحاول ان انت تلف الصينية كده علشان ما تبقاش واخدة لون من مكان ومكان لا. بتقعد قد ايه في الفرن؟ احنا طبعا بنعملها على الهادي خالص، فبتقعد معانا في الفرن ربع ساعة، وبتبقى بالشكل التحفة ده. عايزة اقول لكم ان هي مش ناشفة، هي طرية. إيه لو انت عايزاها ناشفة تقدري تستبدلي السمنة وتحطي مكانها زيت. ما بنحطش زبدة ليه؟ علشان الزبدة هتخليها دايبة قوي ومهرية جدا. فدي كانت الطريقة بتاعتنا النهاردة. كمان العجوة من جوه ناعمة جدا، سايحة خالص، مش مكتلة وناشفة كده. اهم حاجة تبقي متأكدة ان انت جايبة نوع عجوة كويس. طول ما انت جايبة نوع عجوة كويس او التمر كويس، فتأكدي ان هو يبقى حلو قوي. هي طبعا من ردة الفرن هتهدى شوية، وهتبدأ ان هي تشد شوية. هي دلوقتي طرية، هتشد شوية، هتبقى ايه وسط كده، مش ناشفة. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. استودعكم في رعاية الله وحفظه. سلام عليكم.